بدقيقة ونص. هذا الفيديو الأخير اللي بدي أحكيه عن السفارة السورية ببرلين. ما بحب أنا كل يوم أعمل ترند وفيديو. في عندي مشاكل لازم أحكي فيها، قطع المي وما قطع المي والمحافظ. بس هذا الفيديو الأخير ردا على كم واحد قليل ترباية. أنت لما ترد وتسب وتتهجم علي، شي تقول لي بتجعر، شي تقول لي معصب، شي بتقول لي وين كنت أيام الأسد. هذا أمك هيك مربيتك، أنت عم تحكي صورة عن أمك. ما حرد عليك، بس هيك. بالنسبة اللي مسمين حالهم جالية سورية وبعدين تبروا من هالاسم وقال نحن مو جالية، نحن اسم السوريين بألمانيا نعتبر جالية، ما في مشكلة. رحتوا على السفارة، قابلتوا وفد وزارة الخارجية. طيب انتوا لما حكيتوا بتعرفوا اوجاعنا؟ انا احد الاشخاص، انا مو وجعي لا جواز ولا وكالة، انا وجعي مشكلة تانية. أه من اللي انا بعرف، انا وقفوني 4 اشخاص بالسفارة بالاسماء، بيناتهم وحدة بنت، واتهموني اني اخوانجي ايام نظام بشار الاسد. انتم بتعرفوا هالمشكله؟ هدول نفسهم لهلا موجودين بالسفاره. معقوله هذا الكلام لمحمد الفيصل ويعلم محمد الفيصل لاحمد الشرع؟ معقوله السفاره السوريه فيها 10 موظفين لهلا ما لقيتوا ولا واحد؟ سوريا فيها 23 مليون ما لقيتوا ولا واحد يصير سياسي تقلعوا هالزباله تجيبوا بداله الناس احسن؟ طبعا الكلام مو للجميع من ال10. نفس سياسة بشار الأسد. الشعب كله حمار وأنا بفهم، أنا وجماعتي. انتهى الحديث، انتهى.